بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة هذا الشهر المبارك الكريم الذي أظله الله عز وجل علينا بما فيه من الخيرات والبركات والانتصارات. ونحن كما تعلمون أيها الإخوة تعودنا واعتدنا أن نلتقي بكم في خلال كل رمضان، أمسية رمضان في ومضات الرمضانية، ندندن حولها في مواضيع تنفعنا في ديننا ودنيانا، ونرجو أن لا نكون ثقلاء على مسامع إخواننا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا القبول والرضا. ونحن في بداية هذا الشهر الكريم يكثر أيضا التساؤل دائما وأبدا عند كثير من الشباب خصوصا والناس عموما، لأن الملهيات والمغريات كما تعلمون كثرت وتنوعت وتعددت في المجتمع، وربما يكون الإنسان غافلا مرارا وتكرارا بعيدا عن الله عز وجل. فإذا ما أقبل رمضان يتساءل الكثير من الناس: هل يقبل الله عز وجل من المذنب صيام؟ نقول والجواب صريح صحيح بنص القرآن ونص السنة النبوية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وما إلى والسلف الصالح عموما. فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما يتكلم عن في حديث الجمعة وحديث رمضان وحديث الصلاة، قال: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر. وهذا يدل الحديث واضح صريح بأن الله جل وعلا جعل هذه محطات الصلاة ومحطات الصيام ليس إلا لهذا الغرض هو صقل الذنوب ومحي الذنوب التي تعلمون كما يعلم الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولنا في حديث الإمام مسلم رضي الله عنه بسند صحيح: لو لم تخطئوا ولو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يخطئون ويذنبون ويستغفرون الله عز وجل. يعني هذه صنعة الله عز وجل في الإنسان، أنه يذنب ويخطئ ويتوب ويستغفر، ومهما كان الإنسان بلغت ذنوبه كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية، الحديث الثاني والأربعين، يقول: يعني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بها مغفرة. يعني هذا جزء من الحديث. فتخيل يا عبد الله أن الذنوب هذه إذا لم تمحى ولم يكن لها طريقة يعني صقلها، فإن الإنسان يهلك، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: لو كانت للذنوب رائحة لما وسعت الأرض رائحتي. ولو نظرنا إلى السابق العهد منها في هذه الأمة لوجدنا حتى كثير من العلماء والعظماء والذين ساسوا البلاد والعباد كانوا ربما على ذنب كبير، يعني ذنوب كثيرة. مالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه كان مدمن على الخمر ويعني سكير إلى حد كبير. شاء الله عز وجل أن يخرجه من ذلك الظلام الدامس وتلك المعصية التي يعني أتت على عقله وعلى فكره، فجعله الله عز وجل مثالا يحتذى به. هنا وجب علينا أن نأخذ بزمام أمورنا. بداية رمضان علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب صادق. ربنا عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ونحن نعلم أن رمضان هو شهر التقوى بامتياز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا العلاقة بين الآية وبين الآية الثانية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من أي ضيق الدنيا وضيق البلاء وضيق الوباء وضيق الشقاء، وكذلك ضيق المعصية، لأن المعصية ضيقها كبير جدا، يجد الإنسان في نفسه حرج، كما قال الله عز وجل: فمن شرح الله صدره الإسلام. وثم تكلم عن الذي يعني الإنسان الذي ضيق الله سبحانه عز وجل، قال: كأنما يصعد في السماء. وقوله أيضا في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والذكر في الآية يعني جميع الأعمال التي ترضي الله سبحانه عز وجل. فالإنسان إذا أقبل على الله عز وجل وجد الله توابا رحيما: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهنا أيها الإخوة الكرام بداية رمضان هي محطة انطلاق للإنسان.
يعني بمعنى أنه يجدد العقد مع الله والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، وينسى الماضي، بمعنى لا أن ينساه يتركه، وإنما لا يعود إليه. الإنسان إذا أراد أن يعقد النية مع الله سبحانه وتعالى لا يهم ما كنت تفعله من ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا ترك الزكاة ولا العمرة أو الحج أو غير ذلك من الأعمال، فهذا رمضان إذن هو باب واسع يحتاج منا إلى العودة إلى الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا لدليل قاطع أن الله سبحانه عز وجل غفور رحيم، ورحمتي سبقت غضبي كما قال عليه الصلاة والسلام عن رب العزة في الحديث القدسي. وإن العبد يعني لا يحرم أيضا الرزق من يعني بالمعصية، ولكن إذا تاب الله عز وجل عليه وقبل الله عز وجل توبته. ليس الأمر عند هذا الحد فقط، بل أنه في الحديث الصحيح كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن الله عز وجل يجعل هذه المعاصي توبة، إذا يعني بمعنى حسنات، قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني سبحان الله العظيم، ربنا عز وجل من كرمه ومن جوده على عباده المؤمنين التائبين أن الله يبدل لهم سيئاتهم حسنات ويرفع لهم الدرجات. ثم أن الله عز وجل يمن على عباده، بمعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الماضي التعيس الذي يرتكبه الإنسان، ولكن ينظر والعاقبة للمتقين. إذا كنت من المتقين فأحسن الظن أولا بالله، وجدد العقد مع الله سبحانه وتعالى، واغرس غرس الإيمان في قلبك، لأن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل بقلب صادق فإن الله يتقبل من المتقين. ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولو رجعنا إلى الوراء قليلا إلى الأمم السابقة فمنهم من تاب الله عز وجل عليه، ولكن هناك من استعصت عليه التوبة، بمعنى أنه زاد معصية على معصية، كما قال الله عز وجل في غير ما آية ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. لكن حينما يتكلم عن المؤمنين ماذا يقول الله عز وجل؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وعلى تقوى منه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وأن يسددنا إن شاء الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.